وفي ولاية عناب الشاب فيصل عياري لم تمنعه إعاقته من العمل بتجديد وصناعة الأرائك في بلدية واد العنب، لكنه يعاني من صعوبات بسبب كثرة الأعباء. الزميل زهير الشطب زاره بمحله وأعد هذا البورتري. في بلدية واد العنب غرب ولاية عنابة يتواجد محل الشاب فيصل عياري الذي تعلق بإحياء التقاليد فاختار مهنة التنجيد. فيصل عياري من مواليد 1982، مولد هذه الدشرة بلدية واد العنب. الصنعة هذه يعيطوا لها هي من أقدم الصنعات، يعني كما نقول على وجه الأرض، هي التنجيد. الغاية نتاعي كي ندخل بونكات قديمة كانت وأصبحت كي تدخل عند أهلها للبيت اللي خرجت منه في حالة ومن بعد رجعت في حالة، هي هذيك الغاية نتاعي، وهذاك هو الأجر نتاعي، وهذاك هو الثمن نتاعي. فيصل شاب متعدد المواهب، فهو يقوم بعديد الأمور بكل فرح وسرور. الخدمة نتاعنا هذه راهو قليل اللي يخدمها أخي، الصحيح هاربين منها. أنا نخدم النجارة، نخدم الخياطة، نخدم نغلف، ندير كما نقول التصميم نتاع الديكور نتاعي، نطلع الصالون من أول إلى آخره. لكن المعاناة تكمن في كثرة المطبات وقلة المساعدات. الوضعية الاجتماعية لو كان ما نجيبش ما ناكلش. المحل ماهوش محلي، محل هو محل الناس كاريه، زيد على ذلك كاري السكن الاجتماعي كفئة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة وما امتازش به. تقلبات الأقدار، شح المداخيل وتلون الظروف حولته إلى فنان فيلسوف. في يوم من الأيام سئل البحر فقالوا: أيها البحر، لماذا أمواجك غابت اليوم؟ فابتسم قال لهم: أمواجي تأكلني داخلا، ولكنكم نسيتم موجا فوق موج فوق موج. إن رأيتم إلى الوجوه والسطح فإن السطح أملس، ولكن داخلي نار تشتعل مثل البراكين الذي تأكل الأخضر واليابس. فيصل بإرادته الفولاذية وعمله البديع نال إعجاب الجميع، ويستحق أكثر من هكذا تشجيع.